أهلا وسهلا بكم في مطبخ وتدابير أم جاد. جيتكم بوصفة حريرة الغرب الجزائري. احنا نديرو حريرة المرمز. اللي مش مشترك في القناة يشترك وما تنساوش تدعمونا بلايك للفيديو، خلوا الفيديو يطلع لكامل الناس تشوفوا. هنا نبدأ في الوصفة على بركة الله. عندي الوصفة قزبر، كرافس، ثوم، بصل، بطاطا حبة صغيرة، طماطم، 2 حبات جزر. هنا نقلي اللحم اللي عندي، كل واحد واش متوفر عنده. اللي ما عندوش اللحم تجبنينه بالدان تجي هايله. نقلي مع البصل كامل، بعدين قطعت بصل نضيف لها الثوم. عندي لي زيبيس، ملح، فلفل كحل، عكري، كركم، سكنجبير، زرعه بسباس، حبه طيبه، قزبر مطحون، وشويه برك راس الحانوت. الحيره تاع الغرب الجزائري ما تحبش راس الحانوت. هنا نضيف لي زيبيس تاعي. عندي طماطم الحبه اللي كنت سكرفشتها، عندي ملعقه طماطم مصبره نقليها معاهم مليح مليح باش تنحي لها الحموضيه تاعها. بعدها نضيف الخضره تاعي اللي هي تكون من 2 حبات جزر، حبه بطاطا صغيره اللي قلت لكم تقدروا تستغناو عليها. ما نساوش هنايا نديروا الزعتر ما نكثروش، نديروا شويه. ونبدا نمرق في هذه الاثناء، نمرق بالتدريج ونمرق بالماء يكون سخون، نمرق بشوي ونقلي، نمرق ونقلي حتى اللي تدي كامل التمرق تاعها. هنا انا طيبتها في القدره تاع الطين. عندي هذه القدره تاع الطين سبيسيال من رمضان لرمضان نجبدها. كما قلت لكم راني نمرق بشويه. بعدها نضيف الملح، واللي تحب دير جامبو دير جامبو. هنا نغطي عليها ونخلي الخضره تاعي طيب. بعد اللي طيب نرجع لكم. هنا بعد اللي الخضره تاعي دخلها الطياب، نحيت اللحم تاعي ونحيت القزبر وقعدت ميكسيتها كامل. هنا في الاثناء نغسل المرمز تاعي، نصفيها ونضيفها على الخليط. هنا اللمسه الاخيره اللي نديروها بعد اللي الحريره طيب، عندي اللمسه الاخيره واش فيها الثوم، نصف ملعقه صغيره طماطم مصبره، ملح، فلفل كحل، عكري، كركم، سكنجبير، زرعه بسباس، حبه طيبه، وزر قزبر مطحون، والثوم اساس الوصفه، والكرويه. ميكسيهم كامل مع بعض ونضيفهم للحليله تاعنا. احنا هذه نسموها اللمسه الاخيره. خليها 10 دقائق، من 5 دقائق ل 10 دقائق، ونطفي عليها وندير لها جوحار. بصحتكم وشهيتكم في الجنه ان شاء الله. صحه فطوركم، صحه رمضانكم. نلتقوا في وصفات اخرى ان شاء الله.